بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، مرحبا بك في منبر المغرب العربي. ماذا يمكن تقول لنا على الزياره اللي قام بها السيد عامل زوقان يعقوب الى جامعه عين الشقف؟ اولا حنا فرحانين بزاف بهذه الزياره هذه اللي قامها عامل صاحب الجلاله الاقليم يعقوب، وفرحانين اكثر لانها اول زياره ديال اول خرجه للسيد العامل لهذه الجماعه هذه. هذا دليل على العنايه والمكانه ديال الجماعه عند السيد العامل صاحب الجلاله. حنا فخورين بهذه الزياره هذه، حنا رحبنا به. كانت زياره ما طرحنا لها مشاكل ولا الى اخره، لان كانت زياره غير باش يتعرف على المجلس، يتعرف على الموظفين المجلس ويعرف على الجماعه. فاحنا رحبنا به ومازال كنرحبوا به وفرحانين بهذه الزياره هذه، وبلغناه بالولاء ديالنا لصاحب جلاله. واننا دائما جنود مجندون وراء صاحب جلاله نصره الله تعالى وبركاته. وكانت يعني وعدنا هو السيد العامل بانها غتكون زيارات اخرى مع المصالح ديالو، لقاءات اخرى باش غادي نشوفوا ديك الساعه المشاكل. ووعدنا كذلك باننا غادي نخدموا جميعا يعني ونتعاون على حل المشاكل ديال هذه الجماعه، باش تكون يعني جماعه تكون اضافه، تعطي اضافه لمدينه فاس. ما غتكونش ديك الجماعات الهامشيه اللي كتكون في الجوانب ديال المدن اللي كتخلق مشاكل للمدن. فجماعه عين الشقف ان شاء الله غتعطي اضافه، غتكون متنفس لمدينه فاس وتعطي اضافه لمدينه فاس بفضل هذا السياق هذا. شكرا سيدي الرئيس. شكرا سيدي الرئيس.